يقعد يعمل كده. يا والله بيبقى عنده الرقصه يقعد يعمل كده. هو فجر ديني في طريقه متفرعه من الصوفيه. مؤسس الطريقه التيجانيه متبري من الشيخ التيجاني. احسن مسلسل في العالم ده عشان كده لازم تتفرج على مسلسل ديبو. ما تقوليش بقى مبابي بقى واندرتيكر والجو ده. اللي بيسمع راب التسعينات، او لو انت متزوجه من حد مواليد الثمانينات بيسمع راب التسعينات، هتلاقي في واحد تخين بجبوزه كده اسمه بيجي. محمد انور لما بيلعب كوتشينه بيشيل البنات منها عشان بنات الناس مش لعبه. تو بي اونست البت ذكيه، يعني بعيدا عن الضحك والتهريج وبتاع وهنقعد نسف عليها شويه، بس البت ذكيه. ريدي ladies and gentlemen welcome back. يس في عندي انا مواضيع كتير النهارده. محضر. انا محضر جاي. واو، اول مره في تاريخ البرنامج الذي دام على 9 حلقات هذه الحلقه 9 انك تبقى محضر. فيعني قلت بقى انا مزبهل، قلت اغير من نفسي واحسن من شخصيتي. بارك الله فيك يا البنات تبدا تحبني يعني. بارك الله فيك يا اخ محمود، بارك الله فيك. تفضل يا اخي. الشيخ البتنجاني. شفت الحوار ده؟ حابب قول لي بقى، اديني اللو داون بقى. اديك اللو داون. الشيخ التيجاني ده عباره عن هو كان تبع المذهب التيجاني. ده مذهب تيجاني او يعني الطريقه اسمها الطريقه، لا مش في الاسلام طبعا. دي اسمها الطريقه التيجانيه. اوكي، دي طرق من طرق الصوفيه وكده. اوكي مش دي المشكله. مؤسس الطريقه التيجانيه متبري من الشيخ التيجاني. اوكي، فيها لفه طويله كده. الموضوع بدا ازاي؟ صلى على سيدنا الحبيب صوت السلام. مين اصلا تيجاني؟ اوكي كمل. الموضوع بدا ان في مهندسه اسمها خديجه قاعده دلوقتي بره في روسيا، طلعت وقالت ان هي كانت هي واهلها متبعين طريقه الشيخ ده لحد ما الشيخ لعب بديله وبعت لها صوره مش لطيفه وقال لها مشتاق. عمل لها حركه جيف بيزوس، بعت لها صور مخله اكيد. ايوه، وهي مسحت الصور وقالت له يا شيخنا ايه الكلام ايه الكلام ده ما صحش كده يا شيخ. فقال لها ما انا مشتاق، وقال لها عارف انت اللي هو لول. بعت لها ده تيجاني ديدي. اوكي، ديدي هو حوار ديدي برضه معانا النهارده. فالشيخ التيجاني الموضوع ببساطه ان هو كان طلع بيتحرش او allegedly بيتحرش ببنات كتير او ستات كتير. فاما البنت طلعت اتكلمت، وهو فجر ديني في طريقه متفرعه من الصوفيه، وطردوه علشان هو كان عنده حاجات كده not very much. فهو قرر بقى يعمل الطريقه بتاعته هو لوحده. والطريقه التيجاني 2.0. هو التيجاني هو الاساس والباقي شنط وكياس. اوكي، يعني هو كان في تيجاني اصلي وهو راح عامل التيجاني 2.0. هو عامل التيجاني بتاعه والمذهب بتاعه والطريقه بتاعته والكلام غريب كده. مش دي المشكله. لا، بيشتغل في محل فول وطعميه، اتخانق مع صاحب المحل راح فتح محل فول وطعميه لوحده. وانا كاتب انا احسن من بتاع الفول والطعميه الاولاني. عارف يفكرني، عارف محل الكنافه بيجيب منه في رمضان هو في راس بالاي وفي راس بالاي. والاثنين ليس لها فروع اخرى. في التيجاني 2.0 التيجاني الاصلي. لا بس التيجاني ده ايه بقى؟ طلع اسمه شيخ المشاهير. شيخ نو واي. طلعوا في مشاهير بيروحوا له. ايه ده؟ بيقولوا له فداك بابي وامي انت يا تيجاني. وات؟ والله العظيم بيقولوا له فداك بابي انت وامي يا تيجاني. التيجاني ده اول كولت ليدر عربي مبدئيا. هي كولت، هي كده واضح ان هي كولت. هو ده كده. احنا هو اكيد في كولتس عربيه كتير، بس احنا كده نشهد تاريخ جديد انه اول كولت ليدر ينشهر على السوشيال ميديا. لا، هو اتشهر مش عشان مش من حلاوته، يعني اتشهر عشان بيتحرش ببنات. هو مفيش كولت ليدر بيعمل كولت علشان يكون صالح. هو الكولت ليدر بيعمل كولت عشان يستغل الناس اللي بيخشوا الكولت بتاعته. اوكي، فهو برضو كان كولت يا جماعه، مش كولت يعني كولت ده طائفه يعني مش طائفه قوي، بس يعني جماعه شله ناس. هو يعني كولت ليدر ده بيعمل ايه؟ بيروح بيضحك على الناس السذج، والناس السذج دول بينضموا له، فهو يبدا يستغلهم. مش دي المشكله. المشكله ان الناس اللي بيستغلهم دول المفروض ناس فاهمه او ناس فيجر ريبريزنتيف في المجتمع. أوكي. يعني مثلا انا ممكن اديك اي حد مشهور. انا نفسي العب معاك لعبه. يلا عايزين يعني. هو كان مثلا بيروحوا له عشان يتباركوا بيه، بيعمل لهم اعمال بقى واحجاب والجو ده. اوكي، احنا نشوف الليسته. اوكي، was it worth it ان هم يعملوا كده ولا لا؟ وساعتها هنعرف اذا الراجل ده بجد ولا لا. اتفضل قول لي الليسته. عايز اول اسم. دراما رول بليز. حجاج عبد العظيم. ده كان رايح يعمل له عمل بالعكس عشان يفشل الكارير بتاعه، عشان يطلع شعره. لا طلع شعره
حجاج عبد العظيم اخر مره مثل حجاج عبد العظيم كانت امتى؟ ونيس؟ لا بس اللي بعدها اللي هو مبروك جالك قلق، ما اعرفش انت اكيد مش معداش عليك المسلسل ده. نو واي بتاع هاني رمزي. طب رايح يعمل ايه عند التجاني؟ لا ما هو ده الاسماء بتتدحور اكتر. اوكي اتفضل. اوكي درام رول بليز تاني. علاء مرسي متأثر بفيلم الخالتي نوسة لما طلع مع محمد هنيدي قال لك لا شكل الموضوع ده بيجيب. علاء مرسي دخل برضه وفادى الشيخ كده في الكومنتات على الفيسبوك لا والله من اتباعه. ده هو شيخ، ده شيخ الفاشلين مش شيخ المشاهير. ده شيخ المشاهير سيكا لايت اللي هو لايت تروح له تفشل وترجع. طيب ده لما ماما تعملها في البيت اللي هو عندنا الشيخ التجاني في البيت زي البيتزا. اوكي. الحاجه الثالثه مين بقى تاني غيرهم؟ درام رول برضو نشوى مصطفى. انا نفسي لغايه دلوقتي يطلع اسم حد عمل حاجه يعني بعد 2017. عندك حد عمل حاجه في الليسته بعد 2017؟ عندي 2 بس ما اعتبروش عملوا حاجات يعني، بس احنا اديك الاسامي وانت هتقرر بقى. شوف هم عملوا ايه. المفاجاه المدويه جدا عمر طاهر. عمر طاهر ده بتاع الاختيار؟ لا عمر طاهر الكاتب كتب إيه؟ الساخر. اوه واو، حاجه كده من ليج يوسف معاطي وكده. واو اوكي عمر يبقى هو كان بيجرب في علاء مرسي ونشوى مصطفى وظبطت مع عمر طاهر. ظبطت. لا مشكله عمر طاهر ده كاتب وناجح جدا. عمر طاهر كتبه مشهوره. انا اي نعم ما كنتش عارفه من 30 ثانيه لحد ما انت فكرتني بيه ان هو كاتب ساخر. ليه كتب انا بشوفهم في اسمه ايه في البوك ستور. بس ده ناجح في عصير الكتب. ده ناجح. يبقى هو كان بيجرب في نشوى مصطفى وعلاء مرسي بس. خلاص احنا كده عرفنا الراجل ده التجاري ده كده. عمر طاهر ظبط مع عمر طاهر. الاسم الاكبر بقى الاقوى بقى ده اقوى اسم عندي في الليسته. كمال الدين العزب، مؤلف مسلسل الحشاشين بتاع كريم عبد العزيز. يمكن كان بيروح له علشان يعرف ازاي يكتب المسلسل، او يمكن كان بيحشش معاه لان ليله كبيره سعادتك. ما هو شوف هو بادي، شوف هو الراجل جابها من تحت يعني، تدرج سلم المشاهير من تحت. جاب علاء مرسي، خلص علاء مرسي نشوى مصطفى، بعدين عمر طاهر، بعدين العزب. بالظبط. عنده ضريح في امبابه المكرمه. قال لك امبابه المكرمه. هو بيقول امبابه المكرمه؟ لا والله عنده مكان هناك يعني. ضريح ايه؟ هو لسه عايش؟ هو لسه عايش بس دفن ايه بالظبط؟ قال لك وده بيطلع يتنبأ بقى. قال لك 2023 يا ام التنبؤات يا ليلى عبد اللطيف. مانجرز اكاونت روحوا خدوا اعملوا عليه كوبي رايت سترايك. اتقبض عليه بعد اتهامات. حاطط ايه في الضريح؟ طيب ما اعرفش يعني. الضريح لمين؟ هو قال لك ده قال لك حاجتين. عام 2023 عام خير وبركات وسلوان وحاجات زي كده. 23 وكلنا كلنا في دماغنا اوكي اسوأ سنه مرت على البشريه بعد الكورونا. وقال لك شايفكم 1-1 كلنا. هو شايفنا 1-1. عنده سي تي في عنده ايه بالظبط؟ يعني ليه بركات يا شيخنا ده صح. بيراقب القاهره كلها بالسي تي في، مهكر كاميرات. انا لا اسمح لك والله حاسس انه مهكر كاميرات. انا شفت صورته الصراحه ان لم يكن ناجح في موضوع التنبؤات وموضوع الكرامات ده، فهو ناجح في السكين كير روتين بتاعه. ابيض من حياتي كلها. ما فيش تجعيده في وشه. بص بينور يعني، ولا ريهام صبايا الخير يعني عارف اللي هو ولا هيفا وهبي في امجدها. ما فيش تجعيده واحده في وشه. بس انا شكله مريب يعني. انا شكله كده تبص له ما ترتاحلوش يعني. ازاي بقى كميه الناس دول ارتاحوا له وراحوا له وقالوا له نتبرك بيك وحاجات زي كده؟ انا مش فاهم يعني. الغرقان بيتعلق بهالشاي يعني. انا دلوقتي لو انا بفكر اروح له شوف الدنيا فيها ايه. يمكن ينفخ في صوره البودكاست ده ولا حاجه يا جماعه. ممكن نروح له يعلمنا اديتنج. مشكلة انه يعني طب سؤال، هو بعيدا عن كل ده يعني هو طلع متحرش يعني. اتزعم ان هو متحرش وحرام يعني. انت مش دي المشكله. البنت الصغيره بس ده طلع بنات تانيين. انا برضه طلع في بنات تانيين. قبل ما اجي لك قعدت افر في الحوار. في بنات تانيين بس هي خديجه هي اللي بدات السبايرال بتاعت مي تو. مش دي المشكله. بس طلعت امها كدبتها وقالت بنتها بتتخيل حاجات ومحدش هيتخيل تفصيله بالدقه دي لشيخ زي كده. وطلع ناس تانية بتدعم كلامها هي. مهما كان في الاول في الاخر بنتك لما تيجي تقول لك انا تعرضت للتحرش او تعرضت لمضايقات، على الاقل اسكتي يعني.
ما تقوليش لا بنتي كدابه، بنتي كدابه ومجنونه اللي هو لا وما حاطه صوره فقد الاهليه، معاها شهاده معامله اطفال، وامها حاطه صوره بروفايل الشيخ واصحابها حاطين صوره بروفايل الشيخ، حاجه كده. ده كولت رسمي. لا والله موضوع مخيف، وموضوع واخد ضريح في امبابه. ده زي الامريكان. ادخلوا اتفرجوا على اي دوكيومنتري على نتفليكس، وهيزور بقى في كيت كات المنوره حته في الكيت كات المنوره. ما اعرفش انت تعرف الكيت كات في مصر ولا؟ انا عارف الكيت كات. هيروح بقى يعني امبابه، هو بيقول امبابه المكرمه. استغفر الله العظيم يا رب، مش عارف اقول ايه. الشيخ على فكره انا مؤمن جدا بالشيخ ده، لانه انا خايف يسخطني مسقعه. وقع من حل بتنجان ولا حاجه. هو كلهم كلوا البتنجانه. تيجاني نساني ايه اسمها ايه، بيقولوا ايه، تيجاني كان حاجه رايمنج على وزن تيجاني يعني. هو حاليا مقبوض عليه دلوقتي وبيتم التحقيق معاه. اوكي. بخصوص القضيه ممكن يطلع بريء، بس هو يعني كونه بريء من التحرش هذا لا ينفي الجرائم التانية اللي هو عاملها في حق الدين والمجتمع. هو فاهم ان الناس عنده كرامات. ده فيلم البيضه والحجره بتاع احمد زكي، كوبي بيست. وفيلم علاء وفيلم علاء مرسي خالتي نوسه. كارير علاء مرسي كله يعني راح حضر بسبب الشيخ ده. حرام والله، حرام. مين يسأل في علاء مرسي غير صاحبه محمد هنيدي، والاثنين اصلا عاملين فيلم اسمه مرعي البريمو. هو طالع معاه في مرعي البريمو. عشان كده الفيلم اتنحس، اقسم بالله. فيلم كان عادي جدا، يعدي وينجح، وبس اتنحس. على ذكر الافلام الضايعه، احنا كده خلصنا تجاني صح؟ احنا لا، انا مش عايز ارجع له تاني يعني. تجاني مش عايز ارجع له تاني. اوكي. هاشتاج خلصانه خلصانه في الكيت كات. خلصانه مسقعه. اتفرجت على ديبو؟ كرير علاء مرسي بقى. بصوا احنا كده كانسلت. نخش على محمد انور. يا جماعه ديبو ده مسلسل جديد نازل على منصه طلع لنا في المقدر جديد. ما اعرفش المنصه دي ايه نظامها، ناويه تجلطنا. اول حاجه جايب لنا الغالب. اتفرجت انا على نص ساعه في الغالب. بعدين جايب لنا محمد انور في ديبو. محمد انور فنان رائع وبيضحك وزي الفل، بس يا اخي مش حاسه يعني لسه هيرو ليد. اتفضل محمود، معاك محمد انور. ما اعرفش محمد انور نجوم مسرح مصر. محمد انور اتفرجت انت على انا اتفرجت الحمد لله، فتحت ديبو. الحمد لله عرفت افتح ديبو يعني. ترجعلوش تاني بقى. على منصه اسمها يانجو. بس دي يانجو من الموت. المنصه دي اللي يستحمل اي حاجه تانية. يانجو من الموت. عارف انت، ولونهم برضو شبه المانجو. عارف انت، يانجو مانجو ديبو. غالبه بالمره. اوكي. منصه مقدر جدا انتاجاتها الفنيه الغزيره، لان على فكره مسلسل حشاشين على يانجو. اوكي. فيعني دي معناه ان انت معاك فلوس انت كتير. شكلك بدأت تتفرج على حشاشين دلوقتي. انا ما على فكره والله مسلسل حلو. انا ما اتفرجتش عليه في رمضان يعني. حلو جدا. بس قعدوا يقولوا شبه اساسنز كريد وكده. المهم نرجع للمسلسل ديبو. مسلسل ديبو اللي ما يجيبه. مسلسل ديبو اتفرجت كده لقيته خاطف زينة، قلت ده احمد عز ولا محمد انور. اوكي كمل. لقيته خاطف زينة في اول الحلقه كده، وقال ايه ده يا لهوي، الناس حطاني على اللايف ستريم. ما اعرفش انت شفت الحلقه دي ولا لا؟ شوف انا كمل هقول لك رايي. فالحمد لله انا كنت اتفرج مع بابا وماما. احنا الثلاثه دخلنا نمنا من نفس مكاننا، صحينا لقينا المسلسل لسه مكمل. فاحنا استحرمنا كل في كهرباء راحت واحنا ما اتفرجناش، فقفلنا تاني. لانه ده اخره يعني، انت تتفرج عليه تشوف زينه تقوم قافل تاني. هو ده اخره الرعب. وبعدين لقيتها كان في افيه عجبني فشخ في المسلسل يعني. اوكي. وهم بيلعبوا بلاي ستيشن، قال له هتختار انهي فريق؟ قال له شختار دون تشيك. قال له شختار. قال له يا ابني ما تختار يا ابني. قال له شختار ايه؟ التركي مش الروسي. دي اللي هي عارف اللكمه تحت الحزام صح؟ بالكره الكفر. ايوه انت فاكر موضوع الكره الكفر اللي بتجيب لك صداع في ودنك. انا عندي يعني النقطه في حاجه ان هو ممثل فنان اوكي وبيضحك، بس في السبورتنج اكت اللي هو الكوميدي اللي لازم يكون موجود في كل الافلام. ومحمد انور فيتس ذس بيل زي عبد السلام النابلسي، زي امين كان بيطلع مع علاء ولي الدين
في كده كاركترز تبقى سبورتنج اكت للهيرو ليد، وهي اللي بتكون اللي هي الكوميديك ريليف السنيده. وده بيبقى اهم على فكره في العمل من النجم. يعني احمد عز مثلا في ولاد رزق قشطه شغال، اللي معاه هم اللي شايلين الرول. مشكلة يعني مش عارف، انا حاسس برضو ان هو متكلف تصويرا ومتكلف انتاجيا واضاءه وكل حاجه، بس بورينج يا ريال، بورينج القصه ما جاتش بورينج. وبعدين النقطه الثانيه ان انا اللي خليني اروح اتفرج عليه، اوكي انا عارف ان ده ماركتينج وعارف ان ده اكل عيش لناس كتير يا اخي، بس يانجو شاريه كل الكرييترز اللي بيعملوا ريفيوز على المسلسلات، ويلا قولوا على المسلسل ده فنان. يعني لانه نو واي انه مثلا 5 أو 6 انا بتابعهم يطلعوا يقولوا المسلسل ده فنان ورائع ويجيب ده. ورست كيس يعني بيست كيس سيناريو مسلسل عادي كويس، جود فيرست ستيب، ليتس موف اون، مش مبالغين في المدح، فاهم؟ يعني في مثلا انت ممكن تديني فلوس اوكي عشان اقول مثلا واحده معايا في الشغل على فكره محمود فهو راجل لقطه وتتجوزيه وراجل زي الفل وراجل بيحب الاسره وبيحب البيت، ابقى قليل الادب امتى؟ لما اقول على فكره محمود عنده 6 باكس، محمود بيرفع العربيه بصباع رجله الصغير، لما محمود عنده حزام اسود في جوجيتسو. اول ما هشوفك هتعرف ان انا كداب. محمود ما راحش المدرسه يومين فخلوها اجازه خميس وجمعه. بالظبط، فهمت قصدي؟ فالموضوع الريفيوز ده يا اخي اتس تو ماتش. بعدين اطلعوا قولوا ان انتوا بتعملوا دعايه وخلاص واحنا نعرف، انما انا اقعد مستني اللقطه الحلوه، مستني اللقطه الحلوه، مفيش حاجه جت، ما جاش. given that مش معناه ان هو مسلسل وحش، محمد انور وحش، في كتابه ممكن يكون الاديت ممكن يكون 6000 فاكتور، بس يا اخي بيسك يعني بيست كيس سيناريو مسلسل بيسك، مسلسل طلع فيه وقتك يعني، بس بيسك تايم كيلر حلو مثلا تشغله في الباك جراوند، انا مش هتابعه يعني، فاهم؟ لو عارف على طريقه التلفزيون زمان لو شغال، لو اتس اون تي في فاهم؟ لا بس يعني على ذكر هذه السيره عندي 7 حقائق عن محمد انور. بما انه جامد فشخ عندي 7 حقائق لازم اقولهم لك. واو اوكي، يعني انا امبرست بالليفل اوف بريب. ثانيه واحده. اتفضل معاك. جايين. اوكي. بكره الصبح. اوكي. بعد بكره. ثانيه واحده. نبذه بسيطه عن الفنان القدير محمد انور. يعني محمد انور لما اتولد ما عيطش عشان ما فيش رجاله بتعيط. اولا ان شاء الله اتفرجت على الانترفيوهات ليه عشان تطلع بدول. جبتها منين؟ محمد انور لما بيلعب كوتشينه بيشيل البنات منها عشان بنات الناس مش لعبه. اوكي. محمد انور لما بيخش حته بيت في النور عشان هو انور. حلو. أوكي. بس مش نفس الوزن. لا علي معايا. محمد انور لما بيتعب ويروح للدكتور، الدكتور بيساله على اعراض ما بيردش لان ما ينفعش نتكلم في الاعراض. انا حاسس ان هو عاملين مقام لمحمد انور في يانجو. لا محمد انت عامل له مقام. انا بحب محمد انور للامانه يعني، بغض انا كمان بحبه يعني، بس عادي ممكن ما بحبش مسلسل عادي اتس فاين. بس انت عارف ان محمد انور دي هنهي بيها بقى خلاص بقى اخر واحده عشان انا خلاص يعني. انت جبت اخرك. خلاص. محمد انور لما بيجيب بودي جارد، البودي جارد بيحس بالامان. ده عشان كده لازم تتفرجوا على مسلسل ديبو وتحسوا معانا بعظمه محمد انور زينا. بس هو يعني it's not the worst يعني، انا شايف اسوأ، شايف بالنسبه لحد طالع يعني اول مره بطوله، لا في اسوأ. فهو اوكي قشطه شغال بس مش احسن مسلسل في العالم. هو ايه قصه المسلسل يعني؟ انا شفته بيلعب بلاي ستيشن، شفته هو عامل زي نايت ات ذا ميوزيوم بتاع بن ستيلر. بص هو واخد من حته الحرب العالميه الثالثه بتاع هشام وشيكو وماجد، واخد من حته واخد من نايت ات ذا ميوزيوم يعني، فاهم؟ خلطه قشطه صباح الفل يعني، شغال يعني صباح الفل. سلك نفسك يعني exactly what we have done لو كنا كتبنا مسلسل. الحمد لله. على ذكر سيره الغالب لهادي غالب. على ذكر سيره ده احنا اتكلمنا عنها من 10 دقايق، انت فيك فشخ كمل. لا يعني احنا ما اتكلمنا. انت شفت اول نص ساعه من الحلقه، ايه تقييمك بعد شفت اول حلقه من غالب؟ والله انا فاتح الغالب بنيه ان انا احب هادي غالب، يعني انا داخل نفسي احبها وفعلا يعني بنجح في المهمه دي، ابدا احبها بعدين تعمل حاجه يا اخي ضيعتي مجهودي قاعد بقى 10 دقايق بحاول احبك،
واول ما احبك تقومي عامله حاجه تخليني خلاص يا الله يا الله ليه why did you do this why did you do this. مش عايز احرق في الحلقه اوكي بس في ما تحرق محدش هيتفرج فيها في كده مش عارف في حاجه غريبه. وبعدين هي كليرلي واخده الحكايه دي من مامتها مش من ابوها عسل. ابوها زي الفل الراجل تحس ان ده عارف يا ريت يبقى ابويا فاهم اوكي. بس مامتها هي ومامتها يعني انا لو اقول لها عايزه تبقي لايكابل والناس ما تتريقش عليكي ابعدي عن امك شويه يعني خدي بريك يو جايز نيد ا بريك لانه هي واخده الحاجه دي من مامتها مان ام تراينج تو لايك هير. وبعدين هي تنجح ان هي تحببك فيها بعدين بوم بعدين عندها مثلا يعني الثيم بتاع اول حلقه انه هي بتكره الناس تقول عليها تافهه عشان كده هيفضلوا يقولوا عليكي تافهه يعني she needs to embrace it فاهم قصدي يعني. عارف ليبرون جيمس اول ما طلع كانت ايه مشكله النقاد مع ليبرون جيمس ايه انه دايما محسسهم ان هو الضحيه وهو طوله 3 متر ومعضل وبيدنك على البشر كلهم ومش عارف ايه مش لايق عليه دور الضحيه خالص. فالناس كرهته اللي هو هات ربنا اداك كل حاجه يا عم بقى حل عننا فيو نيد تو امبريس ات. عارف بيفكرني بمين؟ فينيسيوس جونيور يقعد يعمل ايه بقى يروح عند الجماهير الخصم يقعد يعمل كده يا والله عنده الرأس يقعد يعمل كده وبعد كده اما يقولوا عليه يا اسود يا زنجي يا قرد يا عنصري رغم ان هو استفزه يعني فاهم يعني هم بيقولوا عليه كده اما بيقولوا عليه كده ويرموا عليه قشر موز وكده يقعد يعيط انت اللي رحت استفزتهم انت اللي رحت نفخت في النار. بس ده حاجه وده حاجه ممكن يقولوا له يا مهزأ لان هو بيهزأ نفسه هو بس بيقول لك بس ما عنصروش عليه يعني it's somewhere close. بس مثلا كانوا بينتقدوا الكاركتر بتاع ليبرون انت برضو نفس الحاجه انت ينفعش لا انت روكيت ساينتست ولا انت روكيت انجينير ولا انت برين سيرجن يعني خلاص مشيها قالوا عليكي تافهه خلاص امسحي دموعك بالفلوس فاهم قصدي يعني وات قالوا عليكي تافهه. بعدين في عندها فن فانه هي واضح ان هي الموتيفيشن بتاعها من انه الناس تشتمها يعني عارف انت في ناس بتجيت موتيفيتد كده لو انا الدنيا سالكه والدنيا حلوه والدنيا لطيفه حاسس لا في حاجه غلط ليه there is no ليه النهارده مفيش دراما فاهم اللي هو زي حد صاحبنا نعرفه فاهم اللي هو يعني ليه ما حدش شتمني النهارده ليه. حاسس ان هي مثلا ممكن تكون كل الكومنتات بتحبها بس في 3 كومنتات مش ليه دول مش ليه يعني موف اون خلاص موف اون يعني اهو انا هحاول احبها في بقيه الحلقات ان شاء الله وان شاء الله انجح. الحلقه بتنزل كل اسبوع ولا هي بينزل انا يعني I don't have anything to say يعني انا يا دوب شفت مثلا اول 10 دقايق مثلا. انا شفت ان في حته في اول حلقه ان هي جت هي والاكس بتاعها بيتكلموا عن علاقاتهم وكده وبتاع يعني another thing انه مثلا بابا كان قاعد معاهم كان بيدير هذه الجلسه كان المودريتور بتاع البانل دي برضه غريبه يعني تمني غريبه انه بابا كان قاعد معاهم في الجلسه بس هو ماي تو جادج انا اما نوبادي يعني انا ماليش دعوه بابا قاعد معاهم في الجلسه بيمودريت وهو المشكله ان هو كمان الولد اللي معاه الحمد لله ان هم ما اتجوزوش لانه يعني هو برضه بيض جيمي ده مش لاقي على شخصيته يعني كانوا مع بعض هيعملوا اومليت نص سوا يعني لو خلفوا فاهم عارف الاومليت النص سوا يعني هم لو كانوا خلفوا عيل اومليت نص سوا يعني تحمد ربها مليون مره ان هي ما اتجوزتوش. بس يعني مرايه الحب عمياء يعني هي مرايه الحب عمياء والمرايه برضو بتاعتها عمياء لانه منزله نظارات جديده برضو البت ذكيه جواها يعني ديتيلز حلوه قوي وبتاع شفت انا شفت النظاره تو بي اونست البت ذكيه يعني بعيدا عن الضحك والتهريج وبتاع وهنقعد نسف عليها شويه بس البت ذكيه كل حركه محسوبه هي مش هبله بس في نفس الوقت لازم تتعلم من اللي هي اكيد انا متاكد ان هي عامله لها مهام في البيت وكل يوم بتقف عندها وتتمسح فيها كيم كارداشيان لان هي نقله البلاي بوك بلاي باي بلاي بتاع كيم كارداشيان هي نقله البلاي بوك بلاي باي بلاي اوكي فنقلي لي للاخر كيم كارداشيان ما تطلعش تقول ليه بتقولوا عليا تافهه خلاص هي ما انا بتاعت مكياج انا تافهه خلاص قشطه صباح الفل. طب على ذكر كيم كارداشيان وكده كيم كارداشيان كانت متجوزه مين؟ كاني ويست لا استنى ده كيم كارداشيان ما كانتش متجوزه مين يعني هو كل الرياضيين السمر بتوع امريكا هي اتجوزتهم يعني اي حد جاب 20 نقطه في ماتش في باسكت هي اتجوزته يعني هي مهرها كان 20 نقطه و5 ريباوندات يعني
3 ريباوند ونص لا. واحده ترافل دي كده فيها طلاق. واحده ترافل دي كده فيها طلاق. انت لو المدرب قعدك على البنش ماتشين ورا بعض، لا احنا هنشوف محامي طلاق. ده يعني كان كرايتيريا كيم كارداشيان. قال من الناحيه دي لا، هادي غالب احسن كتير يعني. لا بس قصدي لو هي نقله زي كده، تفتكر هادي غالب ممكن تتجوز مين من الفنانين يعني؟ فنانين تتجوز مين؟ مغني يعني. مغني؟ مش معنى مغني يعني زي كاني ويست كده. نفسي اشوف هادي غالب وكزبره. كلها بقى ليها اخصام، كلها بقى ليها اعداء. والله تبقى دخلت الغالب غالب. والله العظيم انا حاسس انه هيبقى دويتو رهيب، وهتبقى الكومباك لهادي غالب انها تبقى محبوبه الجماهير. اي حد بيطلع مع كزبره بيعدي. اساله اسماء جلال. اساله اسماء جلال اللي عدت بسبب كزبره يعني. انا حاسس ان لو هادي غالب اتجوزت كزبره يا جماعه we need to make this happen. هادي غالب لازم تتجوز كزبره. انا شايف ان هي وكزبره هيكونوا باور كابل، وهيوصلوا لمرحله زي جاي زي وبيونسي. واحده ليها في الفاشن وواحد على الله في الفاشن. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ والله العظيم انا شايف ان هي تنجح. وباور كابل بقى. باور. بص بقول لك ايه، كسروا الدنيا. غنوا في السوبر بول في امريكا، وهادي غالب هتعمل البوم وهتكسر الدنيا. هي صوتها مش حلو. صباح الفل. يعني مين اللي صوته حلو يعني كزبره صوته حلو. كزبره صوته حلو على فكره، يعني عشان قلدك في الراء. عشان كده بيكتب الكلمات من غير راء كله. ايوه انت ما كنتش تعرف ولا ايه؟ استغفر الله. يا جماعه الناس اللي مش عارفه الكونتكست تروح تجوجل، احنا تعبنا من الشرح الصراحه. انا اقول لك عمر امين امراء. اوكي وات ايلس دو وي هاف. انا اوت اوف ذا لوب في حاجتين 3 كده، فانا جاي اسالك بما ان انت اللي فاهم في السين بره. هو از ديدي؟ باف دادي شون ديدي كومز. اوكي بي ديدي يا جماعه اللي ما يعرفش بي ديدي ده. اوكي اللي بيسمع راب التسعينات، او لو انت متزوجه من حد مواليد الثمانينات وبيسمع راب التسعينات، هتلاقي في واحد تخين بجبوزه كده بيطلع اوكي اسمه بيجي. عارف بيجي؟ اوكي في واحد دايما واقف جنبه اسمراني كده سمندجه ما بيعملش حاجه بس يا ده بي ديدي. بي ديدي بدا ان هو كان انترن صغير في شركه الانتاج الكاسيت او الاسطوانات وقتها، وبعدين اتدرج لحد ما بقى رئيس تنفيذي لشركه يعني دي في حجم مثلا الشركه اللي هو كان بيترأسها في حجم روتانا مثلا في الشرق الاوسط. اوكي ومن ضمن اكتشافاته كان بيجي. بي دي من يومه عليه لغط كبير جدا. في ناس بتقول ان هو اللي قتل توباك، في ناس بتقول ان هو المستفيد الوحيد من قتل بيجي، فهو اكيد اللي قتل بيجي. طبعا لو ما تعرفوش الاسماء دي كلها اكيد لو بيسمعونا حريم اكيد جوزك عارفهم كلهم، ودول مغنيين يعني ايام التسعينات رابرز. فكان في عليه لغط من وقتها ان الراجل ده ماشي مش تمام، ماشي بطال، عنده حاجه مش مظبوطه. هو اللي طلع جاستن بيبر، هو اللي طلع اشر، هو اللي طلع ميس لو تعرف، كل الاغاني بتاعت باد بويز 1 2 و 3 هو المين بروديوسر عليهم. كان عنده براند كحول اسمها سيروك، وسيروك كانت المشروب الرسمي للام بي اي لفتره طويله، وكان المشروب الرسمي للان اف ال، اقوى من جاي زي سيكا. من فتره في مغنيه اسمها كاسي، واحده كانت من الماضيين معاه في الليبل، رفعت عليه قضيه. ايه فحوى القضيه دي؟ ان الراجل ده اذاها جسمانيا، وانه يعني هددها بالقتل ومش هددها بالقتل. ارفقت ايه مع القضيه؟ سي دي مبين كاسي وهي طالعه من اوضه الاوتيل بتاعه ديدي بتجري، وديدي بيجري وراها بالايه؟ بالفوطه بس، وراح رننها علقه موت عند الاسانسير بتاع الاوتيل. ما تضحكش عشان ضحك في الحته دي عيب. يد يا مزوخ يلا. وهو ماسك الفوطه ازاي؟ لا هو ماسك والله العظيم ماسك بايد واحده الفوطه وعمال نزل عليه. فهي ارفقت الفيديو ده، عرفت تستولي عليه من البتاع، عملوا سيتلمنت اداها مش عارف 10 مليون و12 مليون عشان تسكت، وخلاص اتقفلت القضيه على كده. فتره فجاه من اوت اوف نو وير الفيديو ده طلع تاني للميديا. ما نعرفش بقى هي اتهكرت ولا ايه اللي حصل. ولما طلع الفيديو ده ابتدت تطلع رومرز على ان ديدي كان بيعمل حفلات كتير في بيته، وان الحفلات دي كلها فيها ممارسات جنسيه غير شرعيه، مش غير شرعيه بين راجل وبين ست. انتوا بقى كملوا البتاع الاخر. من ضمن الناس اللي كانت بتردد الحفلات دي جاستن بيبر، اشر. وجاستن بيبر كان تحت السن لما كان بيروح، والكلام كله على انه كان ذكور تحت السن. في فيديوهات
apparently هم مصادرين كميات مهولة من الفوتج، مصادرين كميات مهولة من الليجرز اللي هي الأجندات اللي بيكتب فيها أسامي الحضور، مصادرين كميات، وفي شهود بالهبل. يعني في شهود اتمسكوا وقال لهم انت هتعمل لكم قضية اللي هي بالأسر وبتاع مش عارف ايه، قالوا لهم لا يا جماعة احنا هو دي اللي كان بيعمل، وهو دي القصة مطقطة. السلام عليكم. فدلوقتي اي حد كان بيروح عند ديدي برضو تلطف الحوار، اللي هو انت وصلت اللي انت فيه عشان انت كنت بتروح تلايس مع الشيخ التجاني في البيت. كلها بقى ليها تجاني. ف يعني من ضمن الناس اللي عليهم لغط كبير دلوقتي في رابر اسمه ميك ميل اللي كان فيه بينه وبين دريك بيف وبعدين غنوا مع بعض وبتاع. كلهم بيقولوا ان هو كان يعني من ديدي هو اللي طلعه علشان هما كانوا مع بعضيهم. جاستن بيبر نفس الحوار. انا عندي بس مشكلة في الموضوع ده، مشكلة ان انا مش هاممني كل ده. انا هاممني ان انا كنت بسمع اغاني بي دي في الجيم، ودلوقتي الاغاني بقى ليها معنى تاني خالص. فاهم قصدي؟ تنا تنا نا 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 we go do it يا جاستن we won't stop now na we won't stop now يا جاستن. بقيت مش عارف اسمع الاغاني. يعني انا عندي مشكله انه دول لما بيشتهروا بيحصل لهم حاجه. طب يا جماعه قولوا لنا ان انتم مجانين من الاول، فما احنا ما نسمعش اغانيكم بتاعت بي دي. انا مش عارف اسمع اغاني في الجيم من ساعه ما عرفت الموضوع بقى لي 6 شهور دايخ، ولا عارف اسمع اغاني بيجي اللي بيطلع فيها بي دي، لان احلى اغاني بيجي يا جماعه طلعت بعد ما مات، ان هو بي دي خد الاغاني وانتجها ونزلها. كل الاغاني اللي انتوا تسمعوها دي طلعت بعد ما بيجي مات. فكل الاغاني حلوه، وبعدين بي دي حاطط عليه بقى بصمه صوته بقى، فبيجي هيبنوتايز ومش عارف ايه وده ورا وانا يا حبيبي خلاص مش قادر اطلع صوره ده كان مترو بومن زمان. ايوه مترو بومن بتاعه مش قوي، هو كان بيبصم بس على حاجات بصوته. يعني انا عندي مشكله دي برضو مثلا مع المغنيين الرجاله اللي بيكونوا بيكتبوا اغاني حب بعدين يطلعوا ما بيحبوش الستات. انا في واحد كل علاقه حب من طرف واحد كنت بسمع اغانيه، بعدين لما اكتشفت ان هو ما بيحبش الستات كرهت نفسي وكرهت الاغاني، كنت عايز اولع في نفسي، بقيت خلاص مش قادر اطلع صوره من راسي. طب ما على فكره ده العادي. طب ما احنا عندنا في مصر مثلا كل اغاني الحب يعني وانت فين يا حبيبي وانت مش انتي، فاهم؟ فانت يعني ده هيطلعوا في الاخر ايه؟ هيطلعوا في الاخر ديدي. لا مش لا ممكن انت عشان مش جاي معاهم قافيه عادي يعني الموضوع اسهل بكتير. انتي غير انت اسهل. انت اسهل انا. وبعدين كل الاغاني الرومانسيه كانت كده يعني، وادي حالي معاك هموت عشان انساك، ودي اغنيه الحماقي يعني، ودي اغنيه رومانسيه. لو حد يعرف هم ليه عملوا الموضوع ده يا ريت يقولوا لنا، يعني الموضوع مثير للريبه يعني الصراحه. هو كلهم على فكره بينقلوا من بره، هو كلهم بينقلوا الحانهم من بره، بس يا اخي خلاص قولوا لنا من الاول انتوا مش ما نسمعش الاغاني ونتمسك بيها. في واحد جديد انا بس في 2 جداد انا بسمعهم اجانب، تومي ريتشمان وتيدي سويمز. تيدي سويمز على فكره صوته حلو قوي بتاع باد دريمز. لو طلع زي ادم سميث اقسم بالله لا. انا شخصيا هاجي لك انزل الشبشب على راسك اقسم بالله. اوكي اوعى الاغاني حالمه بطريقه. بقول لك ايه، وانا ماي نيو بقى كريزي فتش. تعرف مين برضو مولع بتيدي سويمز؟ مين؟ انس بوخش. ادخل عنده على التيك توك بيشغل اغنيه ويقعد يرقص عليها. بص حاجه مود ابن لذينه. تيدي سويمز وانس. انس بوخش. بص هو مجنون، منزل يمكن 13 14 فيديو كلهم نفس الاسطمبه، حاطط تيدي سويمز بيرقص عليه. حاجه كده ايه تحس ان انت لو عندك مشاكل تنساها. اللي هو بص شوف الخفه والرشاقه يا اخي. انس بوخش خليني عايز اخس. حاسك بتلاقي حلايا والله. لا خالص يعني، بس اتس جود موتيفيشن. وهو بيعمل كده والله فنان. انا الفيديوهات اللي هي دي بتاعته هو تيدي سويمز الاغنيه شغاله، ده عجبتني صراحه. انت ما تعرف بقى مين تيدي سويمز مصر دلوقتي؟ في تيدي سويمز في مصر؟ لا مش شبيه تيدي سويمز. ما تقوليش بقى امبابي بقى واندرتيكر والجو ده. على فكره حلوين على فكره. شبيه امبابي ده انا متابعه على فكره. اتفضل. انت تعرف زياد زازا؟ اسمع زياد زازا هو تيدي سويمز؟ انت عارف زياد زازا؟ عارف زياد زازا اللي هو بيقول ايه؟ سمع اخينا ايه كريمه ايه العلاج كريمه ايه تعرفوش؟ ماشي اوكي. وبعدين بينادي يعني احسه بينادي على سلعه عايز يبيعها يعني. لا على فكره زياد زازا والله حلو والله شغال. الناس مش زي تيدي سويمز. موضوع تيدي سويمز موضوع تاني.
ماشي تيدي سويمز عنده مواضيع يتكلم فيها، لكن زياد زازا لسه ما عندوش مواضيع. ده من بني بس صوت تيدي سويمز حلو، وزياد زازا على فكره صوته حلو. انت مين قال ان صوته وحش يعني؟ ينفع انس بوخش يرقص عليه زياد زازا؟ ده بالفيديو يعني بنفس طريقه الفيديو بنفس يعني لا هو انس بوخش متصور جوه بنتلي، ينفع يتصور جوه بنتلي مع زياد زازا بالاغنيه شغاله؟ ده في صوره، ده في فيديو انقح بقى. ده زياد زازا متصور مع مين بقى؟ مع حبيب قلبك عبد العاطي. لا there shall be no slander على عبد العاطي في هذا البودكاست. نحن من عشاق عبد العاطي. انا عاشق عبد العاطي. انا قلت متصورين مع بعض في العربيه وبرضه شغالين اغنيه سمع اخينا ايه يا كريمه ايه. الصراحه انا بعشق الاغنيه دي، لانها بتلخص حالك كواحد عنده ADHD في دماغك كده، في زن ايه كريمه ايه. يعني انت معترف ان هو نفس صوت المرض النفسي يعني شكرا على الاعتراف ده محمود، انه في مغني هو صوت المرض النفسي اسمه زياد زازا. اسمه زياد زازا احسن من ابي يوسف وها وكده وبتاع. يا عم تركب عمر يا عم في ايه يعني؟ لا هم اللي بيقولوا يعني. فزياد زازا الصراحه حلو يعني. اوكي تيدي سويمز الغلابه. ده تيدي دراونينج مش تيدي سويمز. يعني الترجمه تيدي يغرق. لا يعوم، تيدي ما بيعومش. عندك ايه تاني؟ انا عندي حاجة مش عندي حاجات كتير، بس يعني نرجع بقى للفقره المحببه الى قلبي. محمود الرومانسي بيبي. حاليا بجر كلام. بجر كلام اوكي. توكينج ستيج مع 3. ما هو تصفيات ما هو ده نظام الاوروبا. انت فعلا شبه كاس العالم. كمل. نظام الشامبيونز ليج الجديد ده اللي احنا مش فاهمين بيتلعب ازاي. هو هتعمل قرعه ما بينهم كمبيوتر ولا لا ما على حسب بقى خروج المغلوب. اوكي. انا هتشوف الماتش على ارضي وعلى ارضها كام. يعني انت الثلاثه، يعني هم الثلاثه عارفين بوجود بعض؟ لا هو الثلاثه ما يعرفوش بوجودي انا اصلا. ده ايه حب من ماشي انت بتهرج عشان بحاول. اوكي الثلاثه ما يعرفوش هم موجودين، بس يعني توكينج ستيج اللي هو نتكلم كده كل يوم بتفنفن يعني. بشوف الحوار رايح فين وجاي منين. بس والله ان القلب لا يعشق. والله يعشق الثلاثه مع بعض ولا واحده فيهم؟ لا غالبا في واحده كده، بس يعني ما ظبطتش في باك اب بلان بي وبلان سي. فانت ايه عامل باك اب للفايل يعني؟ انا عامل باك اب للفايل. بروجكت نيو فاينل بروجكت نيو 1 2 فاينل 1 2 فاينل 2 1 2 فاينل 2. فعلى حسب بقى اللي هيجي. طب ايه بقى؟ بس انا دلوقتي انا محطوط في اسالك سؤال قبل ما تكمل. لازم اوكي. هو يعني انت هتختار ما بينهم ولا اللي هتختارك فيهم هي اللي هتكمل؟ السؤال ده يعني ده اللي هو والله السؤال نفس الشيء. لا مش نفس الشيء والله نفس الشيء. انت هتكمل مع اللي هتختارك فيهم؟ يعني مين فيهم هتقول انا عايزه محمود، ولا انت هتقول انا عايز واحده فيهم؟ لا انا هكمل مع اللي هتختارني. ليه؟ لان انا ما عنديش اسمه ايه ده، ما عنديش كرم. إيه؟ اتفضل. لا بس على فكره بعيدا عن الهزار والترول وكده ده حل شباب كتير وفي الوقت ده يعني انه احنا مش لاقيين. فاللي باعنا خسر دلعنا، واللي جالنا نضمه، واللي باعنا ايه. انت زي الزازا اشتغل في مخك ولا ايه؟ لا ده هشرح لك. اشرح لي. انا عايز اختار واحده. اوكي. بس انت عارف برضو ايه shoot for the stars even if you didn't land you will land among the moon. مش عارف انا بوظت المثل. قرب المثل. اوكي بوظت المثل. اللي هو اسمها ايه shoot for the moon if you fail you land on the stars حاجه كده يعني. فانت يعني اشطح في العلالي وبكره تعالى لي. انت ليه محسسني ان انت بتكلمهم دول هند صبري واحد هند صبري لا مش هند صبري عشان انا بحب اسمها ياسمين صبري واحد وياسمين صبري اثنين. ياسمين صبري على فكره ياسمين صبري اتجوزت ابو هشيم عشان بيضحكها. مالك بقى انا ستاند اب كوميديان. فانت ممكن بقى ماشي ممكن ازغزغها كل يوم. فانت هتوصل فين يعني؟ انا عايز اوصل لمرحله ان انا اقول لها بنت الحلال انا عايز اكمل معاكي، فانا اعمل لها سند اول ولا توافق يعني. اعمل فورورد اول مسجز واللي توافق اول واحده عارف فيرست كاب فيرست سيرف. طبق وينجز. ما وينجز طب. طبق وينجز. وانت شايف ان الاستراتيجي دي استراتيجي ناجحه يعني؟ ما هجرب وارجع لك. بس انا دلوقتي محطوط في الازمه اللي انت ايه لو اشتني وقعدت تتكلمني انت ضيعت مني السؤال. طيب ضيعت مني السؤال. دلوقتي اعمل ايه؟ عشان انا حاسس ان لو الكلام بيموت اعمل ايه؟ ارمي ايه في النص كده؟ اصل مره رميت في النص كده قلت لها انت شكلك من الزجاجيج.
رايح ايه؟ قالت لي لا والله انا من المنوفيه. فهي قالت لي كده، فانا ازاي اخلي الكونفرسيشن جوينج بعد ما عرفت ان هي من المنوفيه؟ حبيبي مفيش كونفرسيشن. انت امثالك لازم يقفلوا انستجرام، لازم تمسح اكاونتك. انت والله لو مزيري ده بتاع انستجرام عارف عنك اقسم بالله يولع فيك. وفي انستجرام مزيري ده اللي هو رئيس التنفيذي بتاع انستجرام، هي يتكلم 3 في نفس الوقت، انت مخبول يعني مش في نفس الوقت قوي يعني، دي ما بتنام دي بتسلم دي، فاهم؟ اجيال بتسلم اجيال ريلي ريس يعني. مصنع كلوتات وفنلات اقسم بالله. صح، دي طائفه بيسلموا ورديات عليك. وانا انا كمحمود مبسوط يعني. ده ايه السؤال بقى في كل ده؟ ازاي لما بتعطل، لما تعطل تفضل مكمل؟ مفيش. هي لو الكونفرسيشن مش ماشيه تصبح على خير. هي مش طالبه رغي يعني، خلاص لو انت يعني انت مش شرط انك ترغي يعني، انت مش عندك حاجه تقولها ما تقولش، سهله بس كده. بس شوف، حتى لو انا هموت واتكلم بس انا مش لاقي حاجه اتكلم عنها. ما هو لو انت هتموت وتتكلم يبقى انت حيحان او مستلوح، ده موضوع تاني. انما لو انت عايز ترتبط بالبنت لونج تيرم لازم يبقى في كلام رايح جاي اورجانيك، مش بوستد. انت كده عايز تبوست. طب ما هو البوست ممكن يجي يعني عايز انزل صوره مثلا في العربيه البنتلي بتاعت انا ماشي، بس هتبوسته. طب ما هو يعني الطرف الاخر مش مهتم بهذا المحتوى يعني. يعني ابدا اهتمام قليلا يعني. انت منمر على واحده فيهم؟ اوكي، وليه منمر عليها؟ اهم حاجه نعرف الاول انت ليه منمر عليها. ده الاهم. ده بجد. والله انا بص بكلمك، انا قاتلك النهارده. ما اعرفش، حسيت كده. عارف انت لما تفتح كونفرسيشن مع حد وتحس الكلام سهل كده، الدحلاب زي الايس كريم. عارف انت لما تاكل ايس كريم مش ساقع قوي وبس عارف انت اتثبت بيسيح كده في البق على طول. عارف انت الحاجه دي، احساس ان انت تتكلم مع شخص كده تلاقي ان الكلام بياخد مجراه لوحده. بياخد كلام، عمال ياخد كلام زي غزل البنات كده. او زي الكنافه. زي الكنافه زي الكنافه في رمضان. احنا جعانين. اوكي كمل. نطلب من فراس ولا فارس؟ كمل. فانت عايز تكمل معاه وبتعطل. طب ما دام انت الكلام سلس معاها هيبقى بتعطل ليه؟ ما العطله من عندنا، فاهم؟ احيانا بتقول لي يعني بتيجي تقول لي الله يكرمك يا رب، ولا ايه؟ لا امين يعني. فهم سايبه وماشي. انت يا ابني دي قابلتها شحات على باب الجامع، قابلتها يوم الجمعه قدام باب جامع. الله يكرمك في ايه؟ ما دي الوحيده اللي اهتمت بيا يعني. عمرها كام سنه دي اللي قالت لك الله يكرمك؟ حاجه و30. اكبر منك؟ اكبر مني. بكام؟ بقد ايه؟ 9 سنين. ده هتاخدك تربيك؟ ما انا صراحه قليل الربايه، محتاج اتربى من الاول يعني. وات ار يو دوينج؟ يعني بشوف كده الفكره. انا هنهرك على الهوا قدام الناس. الفكره بس ان هي بنتها عندها 19 سنه، ف عايزه اتبناها يعني. بس هي مش موافقه يعني. هي بنتها اللي مش موافقه على العلاقه اللي احنا فيها. هي بنتها لو كانت اكبر بسنتين انت كان ممكن اصلا تكون مصاحب بنتها. بسنتين صح، 21 صح. وانت 24. عشان مش عايز ابقى زي ديدي يعني. فايه اصل يعني بعتت لي وصفه طبخ قبل كده، فقلت رايح ردد عليها بوصفه تيراميسو انا اللي عاملها وكده. فحاسس ان الكلام رايح يعني، ولا هي بتعاملني معامله ابن اختها الصغير ولا ايه؟ وانا اللي متعشم. هي واضح ان هي لقيتك في الشارع، لقيت واحد مجذوب عطف عليك. ما فيش امل يعني. ما فيش امل. انسى يا حبيبي، انت اتخبطت ده بيكونوا فرق ما بينهم من بعض شهور ولا سنتين ما بيتفقوش. طلعت تعرف لي واحد اكبر منك ب10 سنين؟ انت مجنون. 9 لو سمحت. 9 خلطنا في البخاري. 9 لا 9 تفرق على فكره، لان النضج العقلي والنفسي والذهني بيفرق في السن. صح. السن استراتيجي زي ده. صح. يعني 9 سنين هي صح، هي ناضجه وانت طفل. هي عندها 33 سنه. طفل. انت مش عارف عيب عليك على الشرطه، عشان كل الحلقات انا كنت بطلع بالشرطه لحد النهارده يعني. انت مش فاهم ايه الاعتراض؟ ايه الاعتراض؟ ايه اللي مش اعتراض يعني؟ ايه الحلو في العلاقه دي؟ ان هي بتهتم بيا يعني، ولا انا كنت ناقص حنان وانا صغير ولا بتهتم بيك يعني؟ ايه مكوجيه يعني؟ مش فاهم. مكوجي. كل ما تشوفني تبخ في وشي يعني. بتاع الدليفري. مش فاهم بتهتم بيك ازاي يعني انت شايف ان انها بتسالك يعني انت عامل ايه؟ عادي. طب ما انت لما نازل تحت عند البواب بتقول له ارباب كيف الحال وبتمشي، يتجوزك؟ اقنعتني. ارباب كيف الحال، هي ارباب كيف الحال برضه. بس يعني فاهم، هي بتقول لي يا حوده، تدني واحده بتقول لك يا حوده كيف الحال. وهي من جنسيه مش مصريه يعني. فانت انت اعدادات اللغه عندك هي اللي بتجيب.
انا اي لغه غير مصري انا دايس راشد. انت دايس في اي حاجه محمود، انت دايس في اي حاجه حبيبي. فدي واحده من الثلاثه. اكمل على الاثنين تانيين ولا كفايه كده؟ الاثنين التانيين عندهم ايه بقى؟ واحده عندها 27 سنه قريبه، واحده عندها 22 سنه 21 سنه. طيب واحده تدرس الترجمه. لازم تترجم الطلاسم اللي انت بتقولها دي وبعدين. والتانية شاركتكشر. طيب وايه المشكله؟ فين المشكله؟ اديني مشكله. مفيش مشكله، انا مش عارف اختار ما بينهم. انا لما اخترت واحده قعدت تقول لي اكبر منك و33. فانت رحت على الوحيده اللي فيهم ما تنفعش على فكره. يعني انت في قدامك 3. اوكي، في باب عليه طوب وعليه حجر رحت انت جاري ناحيه الباب اللي عليه طوب وعليه حجر وسبت البابين التانيين. طب ما البابين التانيين يفرض بيوقعوا، مش ابواب. طب ما انت روح ناحيه البابين، بس ده كليرلي مكتوب عليه ممنوع الاقتراب او التصوير. ايه اللي موديك من هنا يا حبيبي؟ بيني وبينك عشان هي مطلقه، سكه ودغري، اعشق المطلقات. This podcast is taking a turn انا مش حاببها. او ممكن نكنسل اخر حته، يعني اخر حتتين 3. لا اخر حته مطلقات دي شيلها. فخلاص يعني. فانت شايف ان انا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تتوضى وتصلي ركعتين وتنام، يمكن ربنا يهديك. بس ده اللي انا شايفه يعني. اسال ربنا الهدايه يعني. this situation يعني ما فيش حاجه انا ممكن اعملها لك يعني. حلول الارض انتهت حبيبي. الامر ما يتبقى غير حلول السماء. الامر متروك للسماء يعني. خلاص حقوق الارض انتهت. انا كده غسلت ايدي. انت كده استحميت مني مش غسلت ايدك. انا حرقت ايدي. كل ده عشان عايز ارتبط بواحده عندها 33 سنه. ترى ممكن نكون احنا الاثنين كونكتنج اون سبيرتشوال ليفل ولا شيء يعني. سبيرتشوال ليفل روحاني. عشان كل شيء تقول لي روحاني قلبي. وحشه. مستلوح وحيحان، واي حاجه هتمر من قدامك هتلهس عليها. حاله ملهاش قفله. ليها قفلتها بسيطه، ان انت تتوضى وتصلي ركعتين وربنا يهديك ان شاء الله. عوده. شكرا، ده كان وقتي معاكم. صباح على خير او صباح على خير او صباح الخير. صباح الخير يا تيجاني. صباح على خير.